أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السورة كيف تسمى سورة النصر، لأن الله تعالى قال فيها إذا جاء نصر الله، هي سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن جملة، هي آخر ما نزل من القرآن جملة، ومن آخر ما نزل سورة المائدة، لكن آخر ما نزل جملة. ومن آخر الآيات نزولا اليوم أكملت لكم، اليوم قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه السورة آخر ما نزل من القرآن جملة، وتسمى سورة النصر يقول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. وفيها هذه السورة فيها بشارة وإشارة. أما البشارة فهي البشارة بنصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، وأما الإشارة فهي إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالبشارة بشارة بالنصر وبنصر الله تعالى لدينه ونبيه وعباده المؤمنين، وبشارة بالفتح، فتح مكة فتكون دار إسلام وتنتهي الهجرة من مكة إلى المدينة، وتبقى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلى قيام الساعة. ورأيت الناس يدخلون فيه بشارة بالنصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. بعد أن كانوا يدخلون في الإسلام أفرادا صاروا يدخلون جماعات، وذلك أن العرب كانت تتلوم فتح مكة وينظرون وينتظرون ويقولون اتركوا هذا الرجل وقومه فإن انتصر على قومه فهو على الحق. فلما نصر الله تعالى نبيه وأظهره على قريش، وكان قد أهلك قبل ذلك الفيل وأصحاب الفيل، أيقنوا بالأمر وعلموا صحة الإسلام فتتابع الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، وصارت كل قبيلة ترسل وفدا للإسلام، فسمي العام التاسع عام الوفود. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله لدينه ونبيه وعباده المؤمنين، والفتح فتح مكة قولا واحدا أنه فتح مكة. وأما قوله تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. قال الجمهور إنه أيضا فتح مكة، والصواب أنه صلح الحديبية، لأن هناك فرق بين من أسلم بعد الفتح بعد صلح الحديبية وقبل ذلك. فإن الذين أسلموا قبل الفتح حصل لهم حضور كبريات الغزوات كغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، وحصل لهم الصبر العظيم والسبق إلى الإسلام. ولهذا فإن صلح الحديبية حد فاصل بين السابقين المقربين ومن بعدهم. فالسابقون المقربون هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، ومن بعدهم من أسلم بعد صلح الحديبية هؤلاء بعدهم يلونهم، ثم يلوهم يلون غزوة الفتح.
والصحابة تفاوتا عظيما. ومن التفاوت العظيم بين الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد بعض الشيء وسوء التفاهم، وكان عبد الرحمن بن عوف من السابقين الذين أسلموا من قبل الفتح، من السابقين، وكان خالد من أسلم بعد صلح الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، فكلهم صحابة، لكن عبد الرحمن بن عوف من الصحابة الأولى وخالد من الصحابة الثانية، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالتفاوت العظيم، لو أنفق خالد بن الوليد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن نصف الصاع، صاع ونصف الصاع، ما لحق خالد عبد الرحمن بعد. والله تعالى قال بعد ذلك وكل وعد الله حسنى، كل موعود بالجنة، لكن هذا تفاوت، هذا تفاوت عظيم. مثل قوله تعالى في المجاهدين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم قدر درجة، ثم قال وكل وعد الله حسنى، يعني لرفع التوهم أن من بعدهم لا يشاركونهم في الأجر والفضيلة. فالقاعدون من المؤمنين يشاركون المجاهدين، لكن هناك فرق عظيم، أعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولذا قال وكله فضل الله، كل منهم له فضل. وكذلك في هذه الآية آية الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكل وعد الله الحسنى، كل موعود بالجنة، لرفع توهم أن القاعدين أو عدد المنفقين ليس لهم لا يشاركونهم في الأجر، فهم يشاركونهم في أصل الأجر والثواب، لكن التفاوت حاصل عظيم. فإذا الصواب في هذه الآية كما بين المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن المراد بالفتح في سورة الحديد صلح الحديبية، وليس فتح مكة كما ذهب إليه الجمع أو الجمهور على ما ذكر الحافظ ابن كثير أنها فتح مكة. وكذلك قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به صلح الحديبية، سمى الله فتحا، أكد فتحا وسماه مبين ظاهر لما يعقبه من الخيرات العظيمة، حيث وضعت الحرب وزارها واختلط المسلمون بالمشركين، وصار من أراد أن يتبين الإسلام تبين ذلك وجاء إلى المسلمين، وحصل بعد ذلك فتح خيبر. ولهذا قال الله تعالى في بعض السورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قيل المراد بالفتح هو صلح الحديبية وما يعقبه بعد ذلك من فتح خيبر وفتح مكة، وقيل المراد به فتح خيبر. أما الفتح في هذه السورة فإنه فتح مكة قول واحدا بالاتفاق، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمر الله تعالى نبيه بالتسبيح والتحميد والاستغفار بعد هذا النصر العظيم والفتح شكرا لله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قالت عائشة يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن. فيشرع للمجاهدين بعد الفتح والنصر الاستغفار والتسبيح والتحميد والصلاة، تسمى ويشرع الصلاة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد فتح مكة 8 ركعات كما جاء في حديث أم هانئ 8 ركعات، وهذه تسمى صلاة الفتح. قال بعضهم صلاة الضحى، لكن صلاة الضحى جاء فيها أحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، ولكن هذا في يوم الفتح هذه صلاة الفتح.
8 ركعات، ولهذا قال جمع من العلم يشرع ويستحب للفاتحين يصلوا، وكذلك الإمام وقائد الجيش يصلوا صلاة الفتح. وأما الإشارة فإنها السورة فيها إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى إذا جاء نصر الله ورأيت الناس والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وانتهت مهمتك من الدنيا فاستعد للقائنا. فهي إشارة وبشارة، كما أن البشارة أيضا مستمرة بعد فتح مكة، أيضا بشارة بالفتح في المستقبل في الحصون والمدن إلى يوم القيامة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما رزقه الله تعالى التأويل وفقهه في الدين ورزقه التأويل استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الله وفقه في الدين وعلمه التأويل. وكان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس مع الشيخ بدر، فتكلم بعض الصحابة وكم في أنفسهم وقالوا يدخل هذا الصغير معنا ولنا أبناء مثله، فأراد عمر رضي الله عنه بين لهم وقال إنه من قد علمته، فجمعهم يوما. قال ابن عباس ولا أرى إلا أنه أراد أن يعلمهم، فلما اجتمعوا قال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا أمر الله نبيه بعد فتح مكة أن يشكره وأن يحمده وأن يستغفره وملأه بالاستغفار والتسبيح والتحميد، هذا مشروع عند الفتح. فقال ما تقول ابن عباس تقول؟ قال لا أقول ذلك، وإنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. تبين بذلك فضل ابن عباس، وأن عمر كان يدخل مع الشيخ بدر. وعلى هذا فيشرع الصلاة والاستغفار والتسبيح بعد الفتح، ويشرع الاكثار أيضا من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولا سيما عند تقدم السن فإنه يشرع المسلم أن يكثر من هذا الاستغفار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي امتثالا لأمر الله وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بعد نزول هذه السورة كما قالت عائشة يكثر من هذا الذكر ويقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقوله سبحانه إنه كان توابا في إثبات اسم التواب لله عز وجل، اسم التواب وهو من الأسماء المشتركة مثل العزيز والحكيم والسميع والبصير والحي، كل هذه مشتركة. إذا اسم الله تعالى له الكمال والمخلوق له ما يناسبه، فالله تعالى هو التواب لأنه يتوب على عباده، كثير التوبة على عباده، والعبد يصف بأنه التواب لأنه كثير التوبة من ذنوبه، فهو يتوب من ذنوبه، يكثر التواب كثير التوبة من ذنوبه والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. والسور التي مضت كلها فيها من أسماء الله تعالى عدد من أسماء الله تعالى، فسورة الفاتحة فيها اسم الله والرحمن والرحيم والمالك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، والأسماء الثلاثة أيضا في البسملة الله والرحمن والرحيم. وأيضا فيها من أسماء رب العالمين، رب العالمين من أسماء أيضا الرب. في الفاتحة اسم الله والرحمن والرحيم والمالك وملك والرب ورب العالمين. الرب الألف لا يطلق إلا على الله، وأما إذا أضيف فيضاف لله ولغيره رب العالمين. فرب العالمين هذا خاص بالله عز وجل. كذلك رب الفلق، الرب خاص بالله، رب الفلق هذا خاص بالله. كذلك رب الناس،
فمن أسماء الله الله والرحمن والرحيم والماء ومالك وملك في القراءة الأخرى، ورب العالمين ورب الفلق ورب الناس. وفي سورة الصمد الأحد من أسماء الله، والصمد من أسماء الله. وفي هذه السورة التواب، إذا أردنا أن نعد الأسماء الحسنى من القرآن الكريم فهذه الأسماء في هذه السور. وبعد ذلك من هذه السورة إلى نصف الجزء إلى الفجر ليس فيها من أسماء الله إلا يا الله والرب مرت، وكذا الأكرم في سورة الإقراء، والباقي كلها الله والرب. هناك من أوصاف الله من أوصاف فسواها، خلق فسوى، خلق وما خلق الذكر والأنثى ودمدم عليهم ربهم من أوصاف الله عز وجل. نعم السبع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت الباب الأول والثاني باب الأول النباب الثاني يتملكت عند لا يناتشو أما الثلاثي المجرد ثلاثي مجرد فإن كان ماضيه على وزن فاعل بميلو ميزان يتكمت كهنا ماضي مفتوح العين معناتهم عين فتح فمضارعه مضارع يفعل أو يفعل هنا المعنى فإن كان ماضيه على وزن فعل بفعل كهنا يتكمت مفتوح العين معناتهم عين فتح كهنا يتكمت كهنا فعل كهنا فعلنا فعل سايهون معناتنا فعل عين فتح هنا مفتوح العين هنا يتكمت كهنا فمضارعه مضارع يفعل يهونال أو يفعيل يهونال بضم العين أو كسره هنا نصر ينصر وضرب يضرب مالتنا النزهن هنا يمثل ولا يخلو من أن يكون ماضيه على وزن فاعل مفتوح العين أو فعل أو فعل هنا يكرم ماضي سن القطاطر يهنن من ناقين ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ሙዳሪዑ يفعلون أو يفعل هنا ይመጣል ማለት ነው አሁን ባበል አወልና ባበሳኒ አንድ ላይ ቀራቸው ማለት ነው አንድ ላይ ቀራቸው ግልጽ ነው አይደል እዚህ ላይ لأن الفاء لا يكون إلا مفتوحا فاء ደግሞ ፈትህ እንጂ ሌላ አይሆንም فاعل ስትል ፋኡ ላይ ምንም ድርድር የለም ፊፉ ምናምን አትገባ ለርፍትህም ለብትዳء بالساكن ሌላ ሱኩን የማይሆንበት وكون الفتحة أخف الحركات واللام مفتوح لام مفتوح أخف الحركات لما سنذكر إن شاء الله دفيت يوم تنه ጉዳይ والعين لا يكون إلا متحركا عين ደግሞ متحرك እንጂ ሌላን በፈጽሞ አያስተናግድም لألا يلزم التقاء الساكنة في نحو ضربت ستل سكون يمتبعها ضربت ستل مجمد إياكم والكتب الفكرية التي مجمد سكون نون نبل ለምሳሌ ضربه ብለህ ብትነሳ ضرቡ እያልክ ብትሄድ ራሱኩም ቢሆን ዶርበታ ብለህ ዶርብነ ልትል ለታው ተብሎ ያለው ስኩል ሊሆን እንደገና ደግሞ መጀመሪያ አይነ ፊልም ስኩን ነው ተቃ ሳኪን ይመጣል ስለዚህ ከሐረካ ተሐረካ አለባት ከሐረካዎች ውስጥ ደግሞ አخفል ሐረካ ማናት ፈትህ ተሰጠው ማለት ነው ባይሆን ኒዕመ ሸሂደ የነበረው ሻህዳ ብለህ ትናገራለህ ኒዕመ ብለህ የምትናገረው ማለት ፋዒለ ምናምን የነበረውን ማለት ነው ይሄ ወደ አስሉ ተመልሰዋለህ ለኺፋት ብሎ የተቀለለ ነገር ነው ፈዓለ ብሎ يفعل او يفعل ነው ያለው ነصረ ينصر ለፈዓለ يفعل ምሳሌ وضرب يضرب ደግሞ ለፈዓለ يفعل ምሳሌ ማለት ነው فإن كان ماضي ከሆነ على وزن فعل ከሆነ አሁን እንደሌሎቹ ማምጣት ይችል ነበር ይሄንኛው የራሱ እንትን አለውና فعل ከሆነ እንትን ያንኛው እንትን ይመጣል ነበር ለብቻው እንትን አድርጎ ሊያመጣው ፈልጎ ሸርጥ ስላለ አዎ ማዲው فعل ከሆነ እኮ يفعل يفعل ሁሉም ነው አይደል ዘኮና نصره أي أعانه ونصر الغيث الأرض مري أي أغاثها أتأت نصر رداء هنا أبو عبيدة من الآل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا أي أن لن يرزقه الله نصره رزقه لما نسمع بزي فسروا تاني نصر رداء نصر أتأت نصر رزق هنا نصر ديل መስጠት ብቻ አይደለም ማለት ነው በዛኛው ነው ያለ ለየም ስራ وضرب يضرب ضربه بالصوت وغيره ضرب في الارض سار ضرب مثلا كذا يبين ግልጽ አደረገ جعل الله ضرب في الارض يضربه في الارض ያለው አይ ሲሩ ማለት ነው ضربه بالصوت ضربه بكذا ይባላል መምታት መሄድ ምሳሌ ማድረግ ንዝሩ ሶስተኛው ባብ ደግሞ የጂኡ አላ የፈዓሉ ፈዓለ ከሆነ ማዲው የፍዑሉና የፍዒሉ እንደሚመጣ ሁሉ የጂኡ አላ የፈዓሉ በየፈዓሉም ይመጣል መፍቱህ العين في المضارع ማለት ነው كما هو في الماضي እንዳለው
إذا كان عين فعله عين الفعل كهنا أو لامه ويلامه كهنا حرف من حروف الحلق فقرروا في دلوج عنده كهنا بزي مثلا وهي نزا قرروا في دلوج على همزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين نحو سأل يسأل ومنع يمنع وأبى يأبى شاذ سأل يسأل مهموز نجره مهموز العين مالتنا ومنع يمنع ይሄ ደግሞ መህሙዘል እንትን عين الفعل እንትን ላም الفعل عين የሆነ ማለት ነው ባይሆን ወአባ ያባ ሻዙን ብሏል حروف الحلق ከሆነ واسترط هذا ليقوم حرف الحلق فتحت العين من حروف الحلق واشترط هذا ليقوم حرف الحلق فتحت العين እንዲቃወመው አለበለዚያ حرف الحلقዎች በጣም ከባድ ናቸው ፈተ የተደረገው ለዚህ منع يمنع የተባለችው በአንድ ላይ እነሱ እንዲታገሉ ባላንስ ያገኙ አለበለዚያ በጣም ከባድ ነው فإن حروف الحلق أثقل الحروف ለዚህ ነው እየፈለግን عين الفعل مضارع فتح የሆነበት ማዲውም ላይ ፈተሃ ሙዳሪኡም ላይ ፈተሃ እንዲሆን አደረግነው عين الفعل ምንም እንኳን حرف الحلق ላም الفعل ላይ ቢሆንም እንኳን ራሱ عين الفعل ፈተህ ነው መሆን ያለበት ራሱ እንትን ይለዋል ولا يشكل ما ذكرنا بمثل دخل يدخل ان نحت ينحت ان جاء يجيء بباب الثاني ነው همز مهموز اللام نحت ينحت قرب ስትል ማን ነው نحت ينحت የምትለው ደግሞ نحت ስትል عين الفعل حاء ነበር ነገር ግን በማን ነው በዶረበ ይድሪቡ ነው የመጣው دخل يدخل عين الفعل خاء ነበር ነገር ግን በفعل يفعل ነው የመጣው وما اشبه ذلك مع انه ولا حرف حلق ሆኖ በሌላ ባብ የመጣ ሁሉ በفعل يفعل ያልመጣ ሁሉ ተባባል እነዚህ ሲቀሩ ይሄ እሽካል ያመጣል ለምን ለአንና نقول انه يجيء على يفعل بالفتح اذا وجد هذا الشرط شرط ከተገኘ በዚህ መምጣት ይችላል ነው እንጂ فمتى انتفى الشرط لا يكون على يفعل بالفتح በዚህ አይሆንም አይመጣም ለማለት ነው لانه اذا وجد هذا الشرط وجد المشروط مره يجب ان يكون على يفعل ማለት ነው ተባባል ከመጣ አሟልቶ ይምጣ ማለት ነው እንጂ እንዳለ عين الفعل ያለበት ሁሉ መምጣት አለበት እንዴ ኢለቱ ከሆነ እኮ መሆን ነበረበት መጀመሪያ ኢለቱን ባይናገሩ ጥሩ ነበር ለቅ ተባባና ኢለቱ حرف الحلق بلا الفعل ትክክል بعين الفعل ትክክል ባንዱ ቦታ ላይ حرف الحلق መኖር አለበት በይፈعሉ ሊገባ ዘንዳ ከተባለ ለምንድን ነው ይሄ ለምን ፈተሃ ሆነ ለሚለው ጥያቄ የምሰጠው መልስ አለ ለምን ፈተሃ ሆነ حروف الحلقዎች ይከብዳሉ ፈተሃ እንዲቃወማቸው ነው በቃ ፈተሃ ያንገዳግዳቸዋል ከበጣም ከባድነት ዝቅ ያደርጋቸዋል አخفل حركانا ፈተሃ ለዚህ ነው በዚህ መጣው ይሄን ኢለት ከተናገርክ እኮ ውጭም ላይ ያሉት እነ ደኸለ ይድኹሉ ይከብዳል ኻኡ ሆኗል ለምን ዶም መሆን አለበት በዚህ ይምጣ የሚል ጥያቄ እኮ ያስነሳባቸዋል ራሱ ኢለቱን ሳይናገሩ ቢናገሩ ይሻላል ምክንያቱም ከተናገሩ እኮ ውጭ ያለው ሁሉ መምጣት አለበት አለበለዚያ ተቃውሞ ተበላሽቶ ነው ያለው በማዓሲ ቀሊህ ነው ያለው የሚል ጥያቄ እኮ ያስነሳባቸዋል አሁን እንደገና ደግሞ ዞር ብለው ምንድነው መልስ የሰጡት አይ እኛ በዝባ በፈዓለ ይፈዓሉ የሚመጣ ይሄን ሸርጥ ማሟላት አለበት ነው እንጂ ያሟላ ሁሉ ግን ይግባ ማለት አይደለም ይወጅባል ማለት አይደለም አሉ ዒለቱ ካለ ማዳመት العله موجوده በቃ يجب مجيئها ያ ዒለት ካለ አለበለዚያ ከብዶ ነው ዘይ ተቀመጠው ማለት እኮ ነው የሚያመጣው መሽሩጡ ግን ኢድላ يلزم من وجود الشرط وجود المشروط شرط መገኘቱ መሽሩጡ ይገኛል ማለት አይደለም ይሄ አይደለም دخل يدخل شرط ተገኝቷል አዎ ሸርጡ ተገኘና በፈዓለ ይፈዓል ይገባል ለምሳሌ الوضوء من شروط الصلاه اذا توضأت تجد الصلاه لا قبل ان تصلي አትገኝ ሸርጥ ተገኘ ማለት መሽሩጡ ይገኛል ማለት አይደለም ከገባ ነገሩን ካደረከው በኋላ ነው እነሱም ከገቡ እሰየው ሸርጥ አሟልታቸዋል እንላቸዋለን ሸርጣቸው እንዴት ተሟላ ግን ይገኛሉ ዝባብ መግባት አለባቸው ማለት አይደለም وهي حروف الحلق 66 ናቸው همزه والهاء والعين والحاء مع المهملتان والغين والخاء المعجمتان انه سأل يسأل ومنع يمنع قدم الهمزه لان مخرجها من اقصى الحلق سلون ثم الهاء لان مخرجها اعلى من مخرج الهمز كف ياله ወደ ጉሮሮ ይመጣል والبواقي على هذا الترتيب ተወስዳቸዋለህ ከዛ عين ይቀጥላል ከዛ حاء ይቀጥላል እናንተ ላይ እንደዚህ ነው እመትና ያስቀመጠው ከሀ ቀጥሎ عين ነው عين ነው ቀጥሎ الحاء ቀጥሎ الغين ቀጥሎ الخاء አሁን መተን ላይ ነው እየጠየቅኩ ያለው እስኪ መጀመሪያ ምንድነው መጀመሪያ
وحروف الحلق ብሎ የቆጠረው ምንድነው الحمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين ነው አይደል የሚለው ይሄውን ተርቲቡን አልጠበቀም መጀመሪያ الحمزة ከዛ ቀጥሎ الهاء ከዛ ቀጥሎ العين ነው ይሄው አ ትላለ ሀ ትላለ ቀጥሎ አ ይሆናል ከዛ ቀጥሎ ሐ ይሆናል ከዛ ቀጥሎ غ ይሆናል ከዛ ቀጥሎ ኻ ይሆናል ኻ ወደዚህ አቀረብናት ወደ ወሰጥ ማለት ነው ቀደም ተከተሉ ጠበቀ ሲመጣ በዚህ ነው መቀመጥ ያለው አቅሷናት እንትና ሐምስ ዘማን ሱመስተሻራ ተራضን በእና አባ ያባ እዚህ ላይ ባይሆን አባ ያባ ምንድነት አለበት አባ ያባ جاء على فعل يفعل متى بالفتح مع انتفاء الشرط فاجاب بقوله وابا يابا شاذ ነው ብሎ አረከፈው አባ ያባ የታለው حرف الحلق ናት እንዳን نعم ነበር ነገር ግን በአይን الفعل ተከከል በفاعل فعل ተከከል ነው ያለችው እኛ ደግሞ ሸርጥ እያስቀመጠን ያለ ነው ወይ አይን الفعل ወይ ላም الفعل ምን መሆን አለበት ከሁሩፍ الحلقዎች አንዱ መሆን አለበት ነው የምንለው ይሄ አባይ አባ ሻድ ነው ብሎ ግልግል በቃ ሻድ ነው አምጾ የመጣ ነው مخالف للقياس لا يعتمد عليه فلا يريد نقضا فلا يريد اورد فلا يريد ደግሞ يعني ነቅድ ሆኖ አይመጣም ወይንም ደግሞ ነቅድን አያመጣብንም አይሽርብንም ቃዒዳችንን አያፈርስብንም ይሄ ሻድ ነው አመፀኛ ነው በል አመፀኛ ለብቻው ይያዛል ስለዚህ ቃዒዳን አይጥስም ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ነገር ግን የሚነሳ ጥያቄ አለ መቅሱድም ላይ ቀራችሁት فينقل كيف يكون شاذا ان الشاذ هنا وهو وارد في افصح الكلام القران لا يمت قال الله تعالى ويأبى الله الا ان يتم نوره ويأبى ያለችው يأبى ስትለሁን ባኡን ነው የምታወርድ ባኡ ምንድነው አይን الفعل ነው ፈትህ ነው ባኡን ነው የምታወርድ يأبى አባ ወስተክበረ ወካነ من الكافرين ማዱ ላይ አባ ብለህ ነው አቢ እንኳን አይደለም አቢ የእባ ነው እንዳትል የእባ ሙዳሪኡ መጥቷል ማዱም እዛው ቁርአን ላይ መጥቷል እኮ ነው ማዱ ሙዳሪኡ ናቸው መጣው አባ ወስተክበረ መጥቷል እንደገና ደግሞ የአባላህ የአባ መጥቷል አሁንም ባኦ አባም ስትል ባኦ ፈተናት የአባም ስትል ባኦ ፈተናት አይን الفعل ማዱም ሙዳሪኡ ላይ ፈተህ ሆነ በፈዓለ ይፍዑሉ መጣ በፈዓለ ይፍዓሉ መጣ قلت كونه شاذا لا ينافي وقوعه في فصيح كلام في كلام فصيح كلام فصيح ለመምጣትን እንኳን አይቃወምም አንድ ነገር ሻዝ ነው ህጉን ጥሶ መጥቷል ማለት ቃዒዳውን እነሱ ያስቀመጡትን ቃዒዳ ጥሶ መጥቷል ማለት في فصيح الكلام አይመጣም ማለት አይደለም ወይንም ደግሞ ፈሷህነቱን ያሳጣዋል ማለት አይደለም አልተባለም ይሄ ያልተባለም فإنهم قالوا الشاذ على ثلاثه اقسام ብለው ነው እንደውም ያስቀመጡት ሻዝ ሶስት አይነት ነው እስሙ مخالف للقياس ማለት ቂያስን ህግን ሩልን የተቀመጠለትን ህግ ጥሶ ይመጣል ነገር ግን እስቲማል ላይ በብዛት ይተቀሙታል እና ሁሉን የምትላቸው ራሱ እየጣሱ ይመጣ አይደለም ወቂስሙን ነገር ግን እንደውም ከሰረተል እስቲማሉ ፈሷህ የሚያደርገው ይሄንኛው ነው እንደውም ይበል የግድ ያችን ቂያሷን እንትኗን ሚዛኑን ሳይጠስ መምጣት አለበት አይባልም ተባባል ወቂስሙ مخالف للاستعمال استعمالን ጥሶ ዱን القياس ከቂያስ ጋር ተስማምቶ ይመጣል ወኪላሁማ መቅቡል ሁለቱም መቅቡልነት አላቸው ተባባና አንዱ ቂያስን ይጥስና በእስቲማል ደረጃ ተንሰራፍቶ ይታያል በህግ በተቀመጠው ፎርሙላ ስትመዝነው የለም ነገር ግን በስፋት አረቦች ቋንቋ ላይ የሚቀባበሉት በዛኛው ነው ከተቀመጠለ ቂያስ ውጭ ይሃለ አባይ አባኒ መስል ማለት ነው ቂያሱን ሶዝ በእስቲማል በሌላ ነው መጣው ወቂስሙ مخالف للاستعمال دون القياس ቂያስ ሲቀር አንዳንዱ ደግሞ እስቲማላቸው ያስለመዱት በሌላ ነው ነገር ግን የመጣው ህጉን ጠብቆ ነው እነሱ በሌላ ነው የሰሩት ማለት ነው እንደዚህ አይነትም አለ ወኪላሁማ መቅቡል እነዚህ ሁለቱ መቅቡል ናቸው ወቂስሙ مخالف للقياس والاستعمال استعمالንም ጥሶ ቂያስንም ጥሶ ይመጣል ወሆ መርዱድ ይሄ ተቀባይነት የለው መረጃ ይሆንም ተሳህነትን ያሳጣል لا يقال ان ابا ደግሞ ላሙሁ حرف الحلق ናታትባል እዚህ አሊፉ من حروف الحلق አይ በሌላ መልስ የተሰጠውን ያንኛውን ዝብር ያደረገ استدراك ያደረገባቸው ነው ሻዝ ነው ብሎ መለስ አይደል ይሄ ነው የሚያዋጣው መልስ ሻዝ ነው ሻዝነት ምንን ያሳጣም ፈሷህነትን ያሳጣም ለምን ሶስት አይነት ነው የሚሆነውና አንድ ቂያስን ኸልፎ እስቲማልን ገጥሞ ወይ እስቲማልን ጥሶ ቂያስን ገጥሞ ወይ ሁለቱንም ጥሶ ነው የሚመጣው ሁለቱንም የጣሰው ውድቀት አድርጋለ ሌላውን ተቀበለዋለህ ማለት ነው አባይ አባ ደግሞ እነዛ ውስጥ ነው ያለው ከነዛ ውስጥ ምን ውስጥ ቂያስን ጥሶ እስቲማልን ገጥሞ ይመጣል በቃ ይሄን የምትይዙት አባይ አባ حرف الحلق አለው አሉ ሌሎች ምን አሊፍ አለች ላመልፈሉ አባ ከተገለበጠ በኋላ ማለት ነው አስሉ አባይ ነበር ተሐረከት ለውን ፈታማ ቀብላ ቁል በታሊፍ አብለናል አሊፍ ደግሞ የሐምዝ ዘርናት ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው حرف الحلق አለበት ብለው መልስ የሰጧሉ ምን ያጨናንቃቸዋል ብለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ይመለስባቸዋል لا نسلم انها من حروف الحلق نتحلم ولا ان سلمنا انها من حروف الحلق كان لكن لا يجوز ان يكون الفتح لاجلها للزوم الدو يجبنا فتح لمن ብሎ ይመጣ ነው
ፈትሁ ለአሊፏ ተብሎ አይደል አሁን እኮ እንደገና ለአሊፏ ተብሎ አሊፏ ደግሞ በምን መጣይ በፈትሁ ማከናየት አሊፏ ፈትሁ አለ መጣይ በአሊፉ ደውሩ ነው ሰው ምን ልሽሎሽ ነው ፈትሁ የመጣችው ለእንትን አይደለም ማለት ነው ለአሊፏ ተብሎ ነው አሊፍ የምትሆነው በምንድን ነው ማቀብሏ ፈትህ ሲሆን አይደል ማቀብሏ ፈትህ ካልሆነ እኮ ጭራሽ መገኘት እኮ አትችልም ትገለበጣለች ወደ ሌላ አሊፏ መጀመሪያ ፈትሁ ላይ ጥገኛ ናት አንድ ፈትሁ ላይ ራሷ ጥገኛ ናት ራሷ አሊፋ መጀመሪያ አሊፏ የፈትህ ጥገኛ ናት እኛ ደግሞ ፈትህን ያመጣነው ሐርፈል ሐልቅ ስለሆነ ነይ ግቢ እያልን ያመጣነው አሁን ደግሞ አሊፍ ደግሞ ፈትሃ ስላለች ነው ራሷ የተገኘችው መጀመሪያ ፈትሃ ባትኖር ኖሮ ራሷ አትኖርም ነበር ስለዚህ የዛ ጥገኛ ልትሆን ነው እሷ ራሷ ደውር እኮ ያዘብና አሁን መጀመሪያ ፈትህ ነገር የምን ጥገኛ ነው ያልነው እዝባብ ላይ የሐርፈል ሐልቆች ጥገኛ ነው ሐርፈል ሐልቅ ካለ ነው አይደል ፈትህ ይምጣ የምንለው እዛ ላይ ግን አሊፍ የመጣችው ማንን ተጠግታ ነው ፈትህን ተጠግታ ነው ራሷ ያቸው ተበላሽ ነው ማለት ነው ደውር ይዛል لأن وجود الألف موقوف على الفتح سلوهنا ما لسه እና እንትን ብለውም ያመጣሉ ተዳኹል ነው ብለው ያመጣሉ ይሄንን ማለት ነው አባ የእቢ ከሚለውና አቢ የእባ ከሚለው ይታያል አቢ የእባ ከአቢ የእባ ማዲውን ጣሉ ከአባ የእቢ ደግሞ ሙዳሪኡን ጣሉ የአባ የእቢን እንትን ማዲ ያዙና ከአቢ የእባ ሙዳሪኡን ያዙና አባ የእባ አሉት ተዳኹል አደረጉ በሶስት መልስ ይሰጣሉ ሻዝ ነው ይላሉ አንድ ተዳኹል ነው ይላሉ ሁለት አሊፏ ደግሞ ሐርፈል ሐልቅናት ይላሉ ሶስት ተባባናል ተዳኹል ነው ያለውም የለም አልሰበተም በሁለት ባብ መምጣቱ ውድቅ አደረከው አሊፋም ደግሞ ምን አይደለችም ሐርፈል ሐልቅናት ብለን አንይዝም ለምን ደውር ስለሚይዝብን አሊፏ መጀመሪያ የፈትህ ጥገኛ ናት እንጂ ፈትህ የእንትኗ እንደ ሐርፈል ሐልቆች ጥገኛ አልሆነችምና ብለተዋለ ሻዝነቱ ብቻ ይቀራል በሻዝነት ተመልሳለህ ولهذا لم يذكر المصنف على الالف في حروف الحلقه المدبات اذا لا تكون ها هنا الا منقلبه من الياء او الواو يتقلبطش ናት وغرضه بيان حرف تفتح له يا جن بقى واما قال يقلا የሚላል بالفتح ይሄ فلغته بنو عامرنا قال يقلا والفسيو على كسر ነው في المضارع قال يقلي ነው መሆን ያለበት قال يقلي ነው እንጂ መሆን ያለበት قال يقلا አይደለም قال يقلا ብለ ታምጣል ልክ እንደ አባይ አባኩ ማለት ነው አባይ አባ ብቻ ነው በዚህ በኩል ሻዝ የተገኘው ቀላያ ቀላ ምንድነው ቀላያ ቀላ በሻዝነት ራሱ አይተቀሙትም ሌሎቹ የሚተቀሙት በኑ አሚሮች ብቻ ናቸው ስለዚህ የሆኑ ጎሳዎች ቋንቋ ከሆነ መከራከሪያ አታድርጉም አትጨቃጨቅበትም ስለዚህ هذا لغة بني عامر ትላለ እነሱ ናቸው فعل فعل ብለው አመጡት በفعل فعل አመጡት በቃ ይብቃ የሚል አለ በቃ ይብቃ بالفتح ሁለቱም ላይ ማለት ነው لغة ጦይ ነው ይሄ የጦይዎች ሉጋ ነው በቃ ይብቃ ነው አይደል የሚለው ማበቂት ይየማን በቃ ይብቃ ነው በቃ ይብቃ ይላሉ እነሱ በቃ ይብቃ ከሆነ እኮ በፈዓለ ፈዓሉ አመጡት በፈዓለ ፈዓሉ እነዚህም የጦይዎች ነው አለቀ እንትና አይሆንም የጭቅጭቅ መድረክ አይከፈትበትም ይሄ የነሱ ቋንቋ ነው ወላስሉ ከስሩ العين في الماضي بقى يبقى فقلبوا فتحة واللام الفا تخفيفا وهذا قياس عندهم ራሳቸው ዘንድ ያለ قياس ነው ይሄ እሺ ሌላ አለ واما ركن يركن فمن تداخل اللغتين ነው ይሄ اعني انه جاء من باب نصر يسر ركن يركن الله وعلم يعلم ركن يركن الله ከዛኛው ማዲ ከዚህኛው ሙዳሪ اذا ركن يركن አልከው ይሄ ተዳخل በዚህ ተመልሳል ይሄ አሁን ተዳخل ለዚህኛው ብቻ ነው ነቀላ ይቅላ በኑ አሚል ሉጋ ሲሆን طي እንትኖች ደግሞ በቃ